السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي، كنتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية. كيف ديما ولقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وعشركم مبروكة باش ما تمنيتوا إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا مع بعضياتنا ملوي كيجي رائع، كيجي مورق هشيش ومقرمل، كيجي أكثر من رائع. حتى غتجربوه عاد غادي تعرفوا علاش كنهضر لكم. هنا غادي نبدا نوجد العجينه ديالي. غادي ندير 2 كيسان ديال الماء، شويه ديال الملحه، شويه ديال الخميره. هاد العجينه ما تكثروش بزاف، شويه ديال السكر سنيده، واحد الكاس ديال الفينو، دقيق الفينو. غادي نخلط مزيان وكنخليوه واحد شويه حتى غادي يذوب لينا داك الفينو. عاد غادي نضيف 3 الكيسان ديال الفورس او الدقيق الابيض. غادي ندوز كلشي في العجانه حتى غادي تدلك مزيان، وغادي نخليها ترتاح. كما كتلاحظوا هي بعد ما ارتاحت كتطلق راسها كما كتشوفوا. صافي غادي نجيب العجينه ديالي، غادي نقسمها على النص وغادي نعاود نقسمها على 3. غادي ندير 3 ديال الملويات، وانتم لكم الاختيار، بغيتو ديروهم كبار ديروهم، بغيتو ديروهم غير صغار ديروهم. انا فضلت باش نديرو كبير. صافي وغادي نعاود القطعه الاولى غادي نعاود نقطع على 7 ديال القطع. صافي وكنشكل كويرات بهذا الشكل. كندهن شويه يديا بشويه ديال الزيت، ماشي بزاف. صافي وكنبدا نحطهم وغادي نستمر بحال هكا حتى غادي نكمل كاع الكميه ديال العجينه، وغادي نشكلها وكنغطيها بواحد البلاستيكه. هنا غادي ندوزو نوجدوا العماره باش غادي نعمروا هذا الملوي ديالنا. كنحتاجوا الجبن، اي نوع من الجبن. صافي وغادي نضيف عليه 2 معالق كبار ديال الزيتون اسود مطحون وشويه ديال الزعتره. صافي غادي نخلط كلشي. هنا درت 3 المعالق ديال الجبن، 2 معالق ديال الزيتون وشويه ديال الزعتره. كنحكها شويه ما بين يديا حتى كتطلق ديك الريحه ديالها. كنخلط كلشي وكنخليه وكندوز باش نوجد باش نطلق اول كويره اللي كورتها. غادي نهزها نطلقها بهذا الشكل اللي كتشوفوا. بطبيعه الحال كنغرقوا بشويه ديال الزبده مع شويه ديال الزيت. هنا غادي نهز واحد الكميه ديال الجبن، غادي نطلقها فوق العجينه ديالي وغادي نجمعها بحال المسمنه، بحال المسمن، بحال الملوي. صافي وكنخليها على جانب وغادي نجيب قطعه ثانيه غادي نطلقها حتى هي بنفس الطريقه. كندير شويه، كندهن بشويه ديال الجبن وكنرش شويه ديال الدقيق ديال الفينو. صافي وكندير الاولى لداخل كنجمعها على شكل دائري، ما كنديرهاش مسمنه مربعه. صافي وكنجيب الثالثه، القطعه الثالثه حتى هي كنطلقها بنفس الطريقه، كندهنها بالجبن وكندير القطعه الاولى الوسط وكنجمع عليها العجينه. غادي نستمر بحال هكا حتى غادي نكمل 5 ديال القطع. كنعمرهم بالجبن وكنرشهم بشويه ديال دقيق الفينو وكنجمعهم. صافي حتى غادي يبقاو ليا 2 قطع الاخرين ما غاديش ندير فيهم الجبن، هما كنخليهم هكا كندهنهم غير بشويه ديال الزبده، كنرشهم بشويه ديال الدقيق ديال الفينو وكنجمعهم على العجينه اللي شكلت معكم في الاول. جوج قطع الاخرين ما كنديرش فيهم الجبن، غير كنجمعهم غير هكاك بشويه ديال الزبده وشويه ديال الفينو. صافي هذه هي القطعه الاخرى او القطعه السابعه. غادي نطلقها حتى هي بنفس الطريقه. غادي ندهن بشويه ديال الزبده، خليط ديال الزبده مع الزيت. غادي نرش شويه ديال الفينو وغادي نجيب القطعه الكبيره. صافي غادي نجمعها بهذه الطريقه. صافي وكتكون الملويه ديالي صافي وجدات. كنخليهم كنستمر بحال هكا حتى غادي نكمل القطع ب3. صافي وكنخليهم كنغطيهم دائما. غادي نجيب اول قطعه اللي بديت بها غادي نطلقها بهذه الطريقه، ما تطلقوهاش رقيقه بزاف وما تخليوهاش غليظه في نفس الوقت. صافي المقله كنكونوا سخناها من قبل وكنقصوا العافيه باش طيب لينا على خاطرها. كنرشوا شويه ديال الزبده وكنديروا الملوي في المقله، كنخليوه كنرشوا شويه ديال الزبده والزيت من الفوق. صافي غادي نقلبها على الجهه الثانيه. صافي غادي نبدا نحرك باستمرار حتى غادي يطيب وغادي يتحمر وغادي ياخذ واحد اللون موحد على نار مهيله باش ما تخطفش لينا من الفوق وكيبقى من الداخل مازال ما طاب. كنقصوا عليه مزيان وكنخليوه كيطيب على خاطرو كما كتلاحظوا. صافي هذه غادي نزولها. غادي ندير القطعه الثانيه حتى هي بنفس الطريقه، نرشها بشويه ديال خليط الزبده مع الزيت وكنقلبها على الجهه الثانيه وغادي نحرك باستمرار ما نحبسوش من التحريك حتى غادي توحد ليها اللون. هذه الطريقه هي باش كيتوحد داك اللون ديال الملوي. صافي غادي نستمر بحال هكا حتى غادي نكمل كاع جميع القطع اللي عندي.
كيجي رائع، كيجي غزال، غير جربوه غادي يعجبكم. وجدوا للفطور ديال العيد ان شاء الله. كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. دائما بارطاجيو الفيديو فضلا وليس امرا. نخليكم على خير، بسلامه.